بص يا صاحبي، في فرق كبير جدا ما بين انك تبقى فاهم وانك تبقى حافظ. واحب ابشرك بالخير ان النظام الجديد، اذا كان بقى نظام الثانويه العامه او نظام الشهاده الاعداديه زي البوكلت، احب اقولك انه بيدعم الفهم بنسبه تتخطى ال 98%. يعني الحفظ ملوش لازمه او ليه لازمه بنسبه 1-2% اقصى حاجه. يعني لازم تبقى فهيم مش حافظ. طب يلا بقى نشوف ازاي ابقى فاهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. ومش هنقول المقدمه بتاعتنا الطويله ويلا بينا نبدا. قبل ما تحفظ ازاي؟ هقولك. قبل مثلا انت فتحت مثلا العلوم اهو، لقيت اول الدرس كده مصطلح مثلا التفاعلات الكيميائيه. محبش الدرس ده. مثلا انت لقيت درس ايه؟ التفاعلات الكيميائيه، في اول مصطلح اسمه التفاعلات الكيميائيه. ناخدهم على قد عقلهم يا عم. ماشي، ايه اللي حصل؟ انت جيت تبص على التعريف فقمت حاطط ايدك عليه كده بعد ما حفظته يعني، وطخ طخ 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 سمعته. وبعدين طب افرض بقى جالك التعريف ده وقام مغير كلمه واحده منه، كلمه واحده من التعريف. عارف ايه اللي هيحصل؟ هتقول انا ما شفتش التعريف ده في الكتاب قبل كده. لكن بقى انت لو اول ما شفت المصطلح بتاعك اهو وشفت الاجابه بتاعته، هتاخد الاجابه دي وتغير فيها كلمات من عندك وتقعد تكتبه بكذا طريقه وتفهم ازاي اصلا المصطلح ده جه. فانا احب اقول لك انت هتكون فعلا فاهم، ودي اول خطوه انك تبقى فاهم، وهي انك تعرف الحاجه دي جت ازاي تفهم قبل ما تحفظ. دايما ليه القانون ده كده؟ ليه التعريف ده كده؟ ليه الثوره دي حصلت؟ ليه سؤال اسال ليه ده اصلا ده سؤال حل انك تبقى فاهم. عايز تبقى فاهم؟ اسال دايما ليه. اذا كان بقى تسال جات جي بي تي زي ما انا بسال احيانا لما النت يكون فاصل عندي، بكون شاحن جاي لي 60 جيجا كده هديه، فاقوم كاتب على جات جي بي تي: يا جات جي بي تي ليه ثوره مثلا 23 مثلا ثوره 25 يناير حصلت؟ بيقوم كاتبها لي. ليه ثوره 30 يونيو حصلت؟ بيقوم كاتب لي الاسباب، والاسباب دي في الكتاب، بس انا عايز افهم، عايزه اشرحها لي يا جات جي بي تي شرح تفصيلي. هيشرحها او اسال مدرسك. يبقى السؤال ليه هو ده السؤال الحل بتاع انت هتبقى فاهم ولا تبقى حفيظ. معلومه في حياتك. جالي مثلا في العربي شجر الدر، كانت بتحب الواد نجم الدين، ونجم الدين كان حبيب شجر الدر، وكانوا دي والموضوع ده. فاربطها بحياتي ازاي؟ مثلا تربطها بحاجه شفتها قبل كده او موقف حصل معاك. يعني تربطها بحاجه شفتها قبل كده او موقف حصل معاك. طب دي ايه لازمتها؟ هتخليك فاكر الحاجه دي لحد ما تموت، لحد ما تعفن. وكده يبقى خلصنا الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا. وما تنساش تحجز معاك في المتابعه اونلاين، هتكون على الرقم اللي ظهر قدامكم على الشاشه ده، وهتكون بسعر رمزي جدا، هتكون ب 25 جنيه. وما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشف هوا. قبل ما اخلص الفيديو لايك سبسكرايب واستنى كل جديد. سلام.